بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ان شاء الله كامل تكونوا بخير البنات. ان شاء الله فيديو تاعي تلقاكم كامل بخير. وصفتنا اليوم هي وصفة طرونش باتيسري بذوق شوكولا. واحد الوصفة هي البنات مكمش راح تستغناو عليها، بدون جنواز بدون تكاليف. راح ديري هذه الوصفة تفرحي بها اولادك، برغم انه رانا في ايامات تاع الشهاده وايامات البكالوريا. ديروها لهم وفرحوهم. نمر بالمقادير وطريقه التحضير. ما تنساوش ديروا لي جيم في لا فيديو. كما شفتوا هنايا كانوا عندنا 2 حبات تاع بيض، قشور ليمون، نصف كاس تاع سكر. خلطت مليح حتى نذاب هذاك السكر. زدت عليهم نص كاس نتاع الزيت. سيد كيفاش نحركهم غير بالمغارفه، لا باتور لا والو. حركت مليح حتى يتجانس لي هذاك الخليط، ومن بعد بديت نزيد في النواشف. نفس الكميه اللي تعبروا بها الزيت والسكر اكيد راح تعبروا بها الحليب هنا يكون بدرجه حراره الغرفه، والبيض الثاني راه بدرجه حراره الغرفه، ما يكونش بارد بزاف، لانه اذا كان بارد بزاف اكيد هذا الكيك ماهيش راح تنجح لكم. هنا بديت نزيد في الفرينه. للعلم الفرينه تاعي راهي مغربله، على بها ما غربلتهاش. ودرت 2 باكين تاع خماره، كل كيس يوزن 10 غرام، يعني 20 غرام خماره. و2 مغارف صغار نتاع كاكاو الحلو. انا هنا كان ما عنديش الكاكاو البني المر، درت الحلو. اللي عندها المر دير المر، مش بالضروري انكم ديروا الحلو. هنا سيد كيفاش نحرك مليح حتى وين نشوف القوام بدا يدي حقه كما راكم تشوفوا في الفيديو. يعني اكيد الفيديو راه يوضح نفسه. وقبل لا نبدا في هذا المسكوتشو ولا هذه الكيكه، اكيد اني كنت فتحت الفرن على درجه حراره 150. هنا شوفوا القوام. جبت هذا البلاطو، كنت دهنته بالزيت، حطيت عليه الخليط نتاعي وخليته يطيب في خلطه. يعني جست تشوفوه بدا ينشف خرجوه، ما تعلوش عليه من فوق البنات، طيبوه غير من تحت وصاي. شوفوا هنا يا سيد كيفاش نعدل هذوك الاطراف. اكيد راح نضرب البلاطو نتاعي في بلون دو طرافاي ونخليه يطيب. غير تشوفوه نشف اجبده. هنايا جيت نوجد في الشربات اللي راح نسقي بها الكيكه نتاعي. يعني كل وحده وكيفاش تسقيها. انا جبت هذايا كاس الا ربع نتاع الحليب، و2 مغارف كبار نتاع الشوكولا الحلوه. الشوكولا هذه الحلوه اللي نديروها للاطفال. انا نشوفوا بعد ما طاب هذاك الكيك خلوه يبرد البنات، ما ديروش هو سخون الحليب. اكيد راح كي ديروا الحليب وهو سخون رايح يتعجن لكم. هنايا الكيكه نتاعي بعد ما بردت ثقبتها بالفرشيطه وبديت نشرب فيها. كما قلت لكم هنايا تحبوا ديروا حليب وشوكولا، تحبوا ديروا الحليب برك، ولا تحبوا طيبوا السيرو كما نعرفوا كاس سكر ب2 كيسان تاع الماء. انا هذه الكميه تاع كاس الا ربع الحليب كانت كفاتني. درتها كامل الكيكه نتاعي شربتها بها. يعني كل ما راح نشربوها كل ما احسن. شوفوا هنا حطيتها كامل، وبعد ما شربتها درتها في الفريجدان تبرد. تدي وقتها قيس ما نوجد الشونتي نتاعي، يعني 5 دقائق يا ربي وجبتها. البنات راني قلت لكم درتها في الفريجدان ماهيش في الكونجيلاتور. هنا بعد ما شربتها جبت كاس الا ربع نتاع كريم شانتي، جبت مغرف صغيره نتاع كاكاو الحلو. اكيد راح بما انه طرونش تاعي بالشوكولا اكيد راح ندير شويه كريم شانتي الشوكولا باش يعطيني هذيك البنه بنينه. وجبت نصف كاس ماء يكون بارد. هنا حركيه من قبل لا تشعلي الباتور نتاعك. هنا بعد ما تحركيه مليح ابداي اضربيه في الكريم شانتي تاعك. اضربيها تقريبا 5 دقائق. وين تشوفي لاكريم تاعك بدات تطلع زيدي اضربي شويه وطفي عليه. كيما قلت لكم البنات هنا تقدروا ديروا الماء بارد ولا حليب بارد. انا كنت درت ماء بارد. شوفوا هنا بعد ما طلعت لي لاكريم تاعي كنت زيد شوي طلعتها ومن بعد حبست. جست شفت القوام اللي راني حابته. انا حبست الباتر.
هنايا جبت الكيكه نتاعي بعد ما خليتها في الفريجان بردت شويه. بديت نزيد في هذيك الكريم شانتيي، بديت نمشي فيها غير بشوي بشوي كيما راكم تشوفوا. حاولوا تعدلوا لها الوجه بالكوبات، انا كان ما عنديش الكوبات، عدلت لها الوجه غير بالمقيرفه برك. شوفوا البنات كيما راكم تشوفوا. هنايا غير بالمغرف صغيره بالعقل، وخليتها تبرد تماما تقريبا ساعه ولا ساعتين. انا كنت درتها ساعه برك. ورحت نوجد في قناج تاع شوكولا. كان عندي نص كاس تاع الحليب، نص كاس تاع شوكولا غبره اللي هو كاكاو البني المر والحلو، نص كاس تاع الزيت ونص كاس تاع السكر. حركت كلش بارد في بارد، يعني كاكاو راه كان مزيج بين الحلو والمر. بعد ما درت فوق النار وتحصلت على القوام يكون خاثر، طفيت عليهم خليتها بردت شويه وحطيتها فوق الكريم، عفوا فوق الطرونش نتاعنا. واكيد التزيين يبقى اختياري، انا كنت زينت بهذا التزيين البسيط. شوفوا لي الله يبارك هذاك القوام وهذيك الهشاشة وهذيك الخفة، ما شاء الله. يعني صراحة هاد البنة روعة روعة. واكيد مليون منيش راح نزيد نشريهم، راح نخدمهم في الدار برك. شتو البنات بدون جنواز، بدون تعب، بدون تكاليف، وانتي درتي هذه الوصفة وفرحتي بها وليداتك. بما انه وصلت معكم لنهاية الفيديو، وصلتوا معايا لهذا المقطع، اكيد راح نقولكم راكم من المشاهدين والمشتركين الاوفياء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.